بتقول كلام رخيص. شرف لينا طبعا. ده برضه عمل سينمائي. انا ماليش انا بكلم الجمهور في البيوت. طبعا كله عمل قرايش دلوقتي. كله عمل قرايش دلوقتي يا استاذ حلمي ممثل عمل شخصيه مش عاجباك. لا بس انت خدتها من الفيلم يا محمود يا ابني اللي جوه الدراما اشتغلت عليها بس ما يبقاش مشاع. اتطلبت عليها مش انا اللي اشتغلت عليها. طلبت عليها عشان ده يعني دي اغنيه عايزه بوكس المخدرات يبقى واقف بره، وبوكس الاداب، وبوكس مكافحه الخمور، وبوكس المطافي، لان ممكن ده يقوم عامل حاجه تولع من لو انت بتقول طب حد طلب منك تقلع ملط. انت راجل تقلع ملط؟ شغل اطلع شغل على ملط؟ انا بغني ولا جاي اشتغل رقاصه؟ انت هترد الاجابه بتاعتك. انا مش هجيب الاجابه. طلب منك اسالني سؤال موجه اسالني سؤال موجه في عملي ارد عليك فيه. انت راجل تقول ايه؟ وانا في مطرب تقول له لا، في مطرب تقول له اللي انت بتقوله ده في ملحن تقول له لا. بقول لك ايه، انت هتلفني وتعمل لي كلام. اسكت خالص. لا هو يا محمود اسكت خالص. محمود بس استنى يا استاذ اسكت خالص. ده انتوا خربتوا البلد. هو خربنا البلد. محمود بس استنى اسكت ما حدش يتكلم. لا هو بيقول لك انه متهم. دافع عن نفسك عشان بكلم حضرتك في موضوع يخص انما انت بتقول بالك ربع ساعه تقول اغنيه وقام بتدافع. ما ينفعش انت كراجل مذيع اقول لك بس كلام فاضي. بدو بس الاستاذ حلمي هو بيقول لك يا جماعه انا شايف في اصوات حلوه ليه تبقى مركزه على ده. يعني الصوت مش صوت حلو. لا احنا في تنوع. ازاي اقول له الجمله دي؟ طب انت ابن بلد ما تقولش الكلام ده. ايه ده ازاي؟ انت ما بتقولش الكلام ده، عيب. ليه ما بقولش الكلام ده ليه؟ ده انت خلصت على الناس اللي الناس اللي قاعده بتسمعنا دلوقتي بتقول ايه ده؟ انا لعلمك يا استاذ وائل اقسم بشرف التليفونات اللي بتيجي ازاي بتروح تقعد مع الناس دي؟ قلت لهم لا الناس دي لازم تتوعى. لا هي مناقشتهم وحياة المصحف انا بكلمك ما بكدبش. ما تقعدش مع الناس دي. نعم ما تقعدش مع الناس دي. لا وانا مش جاي اتشرب بيك. لا خلينا ثانيه اتكلم بادب. لا اتكلم استاذ حلمي بس اتكلم خليك مؤدب. محمود استاذ حلمي لو الكلمه بالكلمه ما انت ابن الشارع. طب يا استاذ حلمي استاذ حلمي انا اللي اسكت. مش اتفقنا على مناقشه الناس يا استاذ حلمي نناقشهم بس. خلاص كلام فاضي. محمود انت عندك حاجه كمان عاملها؟ انا عندي حاجات كتير يا استاذ وائل وبعمل كل حاجه وبعمل كل لا استاذ وائل ما اقدرش اسمع اكتر من كده من اللي سمعته. ممكن نتكلم في كلام. لا لو محمود ده بنسمع عنده لما عمل يعني محمود ده بيتكلم عليه انه فتاوى فعلا. لا خلينا يا استاذ حلمي. انت قبل ما تبقى مطرب كنت ايه؟ هو اي حد دافع عن حقه يبقى مش احنا اتفقنا. ده حق اللي انت بتقول للناس ده حق. يا استاذ حلمي لو سمحت يا استاذ حلمي اهينك. زي ما اتفقنا يا استاذ حلمي. الله انت مسكت محمود مش دي كلمه محمود خلينا بس في الاغنيه. خلينا في الاغنيه. الكلمه دي ما تنفعش تقولها لي. خلينا في الاغنيه بس. انت حاول تروق شويه يا استاذ حلمي بس خلينا نناقشهم. لا اصل بيرد ردود. طب خلاص ردود فتاوى. طيب محمود قلب من اول ابن الشارع. خلينا كمان يعني قلت لك متعلم في الشارع. طيب اتعلم الشارع. ربنا يخلي لك علمك. خلينا على بلدنا اللي بيجرى لها.